أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعيني الأعزاء. اليوم بكلمكم على أبو مهند. أبو مهند رجال سعودي من أصل يمني حضرمي وعايش بالسعودية. أبو مهند كان رجال طيب وكان عنده عمل ومقاولات في السعودية، وكان عنده يده اليمين اللي اسمه أبو حلمي. أبو حلمي كان سوري الجنسية وكان يعيش في السعودية، وكان أهله عايشين في سوريا. وبعد المشاكل اللي حصلت في سوريا كان أبو حلمي قلقان على أسرته في السعودية، وقال لأبو مهند لو تقدر تعمل لي أي حاجة وتدخل لي عيالي إلى السعودية بكون مرتاح ومبسوط. قال له تمام يا قلبي ولا يهمك، أنا بعمل الذي يرضيك. وفعلا استطاع أبو مهند إنه يساعد أبو حلمي ويدخله على السعودية. ودخله هناك شاف بنت أبو حلمي اللي اسمها وفاء. كانت بنت حلوة وجذابة وكانت جميلة، وأبو مهند لما شافها طاح على راسه وقال أنا أبغى أتزوج هذه البنت. نسى إنه متزوج وعنده أولاد وكذا، والفلوس أحيانا تعمل رجال، وفعلا تزوجها رغم إنها كانت ما تبغاه، لكن أهلها أصروا عليها وقالوا هذا أبو مهند فرصة ما يتعوض. وهي كانت ضابحة وتزوجته فعلا وتزوجها فعلا وعمل لها بنت تجنن، وعاشت معه سنة كاملة بس ما خلفوا أولاد. وبعد كذا كان دائما أبو مهند يخرج يتمشى مع أصحابه، يروح الأماكن، وكان دائما تقول له ليش ما تاخذني معك على البر، ليش لا تروح مع أصحابك؟ قالها خلاص الأسبوع الجاي بأخذك على البر تتمشي هناك. راحوا هناك، وفجأة بعد ما راحوا عملوا جلسوا وضحكوا وذا جاءوا سيارة فيها 2 شباب وهددوه، وحاول أبو مهند يدافع لكن ما استطاعش، وفجأة سقط على نفسه من الحزن وفجأة سقط على راسه بعد ما أصيب بطلق رصاص من واحد من الشباب. قامت زوجته تجري وفاء وتروح تدعي لأحد المزارعين في المنطقة، قالت الحقوا زوجي. جو الملحقين أو اللي شافوه وحاولوا يسعفوه، لكن للأسف أبو مهند مات. وبعدين عرفت السلطات السعودية إنه هذا الرجال مات، وحاولوا يبحثوا ويشوفوا مين اللي قام بهذه العملية. طبعا لما سألوا وفاء قالت هي سيارة كبيرة وداخلها شباب اعتدوا على زوجي وقتلوه. وفي كان هناك رجال يسميه تابع الأثر. هذا الرجل كان يعرف كل شيء، فلما حكت القصة وفاء عرف إنه في شيء ناقص في الموضوع، فشاف إن السيارة اللي كانت موجودة مش سيارة كبيرة، كان إطارها صغير، وكمان ما راحت ولا تحركت من مكانها، لأنه المكان لما راحت المزرعة كان في سيارة هي اللي راحت المزرعة. فكان هذا الرجال ضابط الأثر كان خطير جدا. ولما واجهها بالأسئلة هذه انهارت وفاء واعترفت إنه الذي قتل زوجها وحبيبها السوري اللي دخل السعودية عشان يقتل أبو مهند، وهي اللي ساعدته بذلك وجابت له المسدس الخاص بأبو مهند. وحين اكتشفت انصدم أهلها وعرفوا إن بنتهم غدرت فيهم، ورجعت لحبيبها اللي كانت تحبه في سوريا وهو ابن عمها، فقتلت زوجها ودخلت السجن، وحكم عليها بالإعدام بسبب ضغط أهلها على الزواج من رجل أكبر منها وشايب. طبعا أبو مهند كان عمره يصل إلى 65 سنة وهي كانت 20 سنة، فتزوجت بالغصب ولكن ما نفعش ذلك، ودخلت حبيبها السوري وخططوا للقضاء على زوجها وإنه بعدين هو يتزوجها. لكن السلطة السعودية استطاعت أن تكشف الحقيقة وتقع وفاء في شر أعمالها. وتحياتي لكم. إذا عجبتكم قصة وفاء تعملوا لايك وشاركوا في القناة.